المنتخب المغربي 26 سنه في المقابله ويؤدي مباراه كبيره. هاي حسن العمل وحسن النيه، حب من حب وكره من كره. والشيخ جمال زيد يعطينا يعني انطباع حول هذه شوف ناصر، البلاد تاعنا احنا من بعيدا عن المقارنه بيننا وبينهم. حقيقه الجزائر هي بلد رائده في كره القدم، ولكن يبقى باللي خاصنا واحد التنظيم كما مصباح حنا نتكلموا فيه، خصوصا في البنى التحتيه وفي هيكله كره القدم بصفه عامه. اليوم يعلم الجميع أن كرة القدم أصبحت مصالح. واحد من الجزائريين أنا غاضب من المغرب بالمعاملة السيئة باتجاه الجزائر. لماذا؟ كيف هذا تفضل التأشيرة الدخول إلى المغرب؟ لماذا هذه التأشيرة؟ هل خوف أن المغرب لا يريد الجماهير الجزائرية حتى التونسية لتشجيع المنتخبات تاعهم؟ تسمع الأقجع هذا تاعهم لما يقول مرحبا بالجزائر ومرحبا بالجزائريين. لا داعي للتمثيل. دور الوفاء والمواقف كشفت غدركم، وهذا ليس من اليوم، منذ 400 سنة. غير معقول نهائيات كاس افريقيا ولا كاس العالم نحوسوا يعني نديروا امور كيما هذه باش نمنعوا الشعب باش يتبع الفريق. لو كان فرضت هذه التأشيرة من قبل نقول كانت تأشيرة. ولماذا خصيصا؟ لأنه معروف المغاربة بسرقة هذه المظاهرات الكبرى والوصول إلى النهائيات. عمره ما كان وصل يعني بكرة قدم بدون كواليس. يعني الكواليس تاعهم كانت هذا الشيء، ولكن احنا رانا رايحين للشعب تاعنا، شعب مغربي والجزائري شعب واحد. لماذا هذا الحقد؟ كان غير كلام في الصواب، باسكو هذه ربما فرصه وانا نتحدى المغاربه مسؤولين سياسيين مش الشعب، نتحداهم باللي الجزائري والمغاربه كي يتلاقوا في المغرب راح تكون واحد الامور بيناتهم في مستوى. هذا شيء منتظر. كاين يعني شيء يربط ما بين، وربما هذا هو الشيء ربما اللي يخاف منه المغرب، ربما يخاف تكون يعني علاقه ما بين الشعوب وتزيد دير لهم مشاكل ليهم. دونك ما حبوش يخلوا كره القدم فوق الميدان. احنا يعني عندنا شفنا يعني الامور الاونه الاخيره المغرب شكفوا وين كاين مقابله ما يخلوهاش تنحصر في الميدان. توجور يحبوا النتيجه تاعها تبدا دابور في الكواليس. بارك الله فيك خويا محمد. خويا سفيان عطاف، يعني واش تشوف انت في هذا الشيء اللي راه يصرى وحنا على قدوم يعني على ايام، يعني 3 اشهر ولا 3 ايام، والشيء هذا ينوض دركا باش يحبس لك يعني ما يحبش الانفاس الجزائري كما قلت انت. الجزائري يقدر يمشي باي طريقه يكون في المغرب. ردود الفعل تاعك يعني واش تشوف؟ رانا في المغرب ورايحين ان شاء الله، ما تشدنا لا فيزا ونعرفوا الكواليس حنا تاع امورات هادو. دونك نظن الشعب الجزائري راه واعي ومحضر نفسه، حتى من ناحيه المنتخب الجزائري يعرفوا الامور هذه ويعرفوا باللي رانا رايحين لبلاصه وين حابين يكسرونا فعلا. دونك الامورات هادو الكواليس راح يحضروا لهم نظن ماشي 100% 1000% باش يكونوا حاضرين ان شاء الله في المغرب. بارك الله فيك سفيان. سيد علي، القوة الضاربة للمنتخب الوطني هو الجمهور. يعني لما يشوف الجمهور تاعو اللاعبين الجزائري راح يزيد فيه القيمة هذيك، خاصة في بلد يعني ما المغرب او في فرنسا او حتى اللاعب الجزائري راح يكون عنده هذاك النص تمتم وينوض في المقابلة ويؤدي مباراة كبيرة رغم انه ذهب للمغرب. لماذا هذا؟ للجزائر ككل نعرفوا بلي احنا عندنا مستوى عالي والناس تخاف له. الحمد لله. ولهذا لما انت واحد اللي ما تخافوش ما تقدرش دير له حاجز ولا شوف بالمغرب واحد يكون عنده عرس ناصر، عرس افريقيا يقولوا بالمغرب. ما تخيلش واش نعرف بالك واحد يجي يا اخي تفتح. وانا ليها عايزين نتكلم النهارده على موضوع نجاحات المغرب الجبارة. طبعا لو اتكلمنا على نجاحات المنتخب مثلا المغربي للشباب وتألقه البارع والمسيطر في مباراة اسبانيا، كان عامل المنتخب المغربي حالة من الرعب للمنتخب الاسباني.
وده جميل جدا، وده يعني في قمة الفخر لما احنا نشوف منتخب زي المنتخب الأسود الأطلس بيعملوا مباريات كبيرة جدا أمام المنتخبات الكبيرة. عايز أقول لك إن المنتخب المغربي لا يهاب أي أحد الآن، ما بيخافش من أي حد، ما بيخافش من أي، ما شاء الله عليه يا جماعة، ده بالعكس المنتخبات العالمية هي اللي بقت تخاف من مواجهة المنتخب المغربي. بقت يعني تشوف الجدول وتشوف القرعة وبتدعي ان منتخب المغرب ما يبقاش في المجموعة بتاعته. عايز اقول لك ان مجموعة المنتخب المغربي اقوى مجموعة في كأس العالم، مع اسبانيا، مع البرازيل، مع فرق تقيلة. وتقريبا صربيا. بس الجميل في الموضوع ان المنتخب المغربي دخل في اجواء كأس العالم، وهو متعود على الاجواء دي. ودي حاجة من الحاجات اللي تثبت لك ان اللعيبة ما شاء الله على قدر كبير جدا جدا من يعني الحرص ان هم يفوزوا في كل المباريات اللي هم هيلعبوها. فالمشكلة دلوقتي مش في المنتخب المغربي، المشكلة دلوقتي في الإعلام الجزائري. الإعلام الجزائري طالع بيقول لك إن منتخب المغرب سيخسر أمام البرازيل. عايز أقول لك على حاجة، اسمع مني، منتخب المغرب فرضنا لا قدر الله ما كسبش في مباراة البرازيل. هل قدر المنتخب المغربي هيقل عند الناس؟ لا طبعا، ده بالعكس، منتخب المغربي شأنه هيرتفع. بيقابل اسبانيا، بيقابل البرازيل، بيقابل صربيا، بيقابل مش عارف فرنسا، بيقابل فريق كبير، فريق عظيم جدا جدا جدا. فطبعا اي فرقة في العالم معرضة للهزيمة، واي فرقة في العالم ممكن هي اللي تفوز. بس لما تشوف طبعا الكرة الافريقية شكلها بقى مختلف جدا، وشكلها بقى مختلف تماما لما المغاربة لعبوا في أولمبياد باريس، لعبوا في كأس العالم، عملوا شكل كبير، عملوا شكل عظيم، عملوا شكل مختلف للكرة الأفريقية. فدلوقتي العيون كلها على منتخب المغرب، وعيون الإعلام الجزائري برضو على منتخب المغرب، بس بيتمنى له خسارة. معرفش يا جماعة، معرفش والله في ايه بينه وبين المغرب علشان يتمنى له خسارة، يطلع ويقول لك منتخب الجزائر منتخب الجزائر افضل من منتخب المغرب. طب بأمارة ايه؟ بأمارة ايه منتخب الجزائر افضل من منتخب المغرب؟ طب منتخب الجزائر مش موجود في كأس العالم. منتخب الجزائر ولا حد يسمع عنه شيء. دلوقتي الصحف العالمية، الصحف الأسبانية كانت بتتكلم على فوز تألق المنتخب المغربي على أسبانيا. أنت متخيل؟ أسبانيا كلها، أسبانيا بقى، برشلونة، ريال مدريد، ريال مش عارف إيه. فريق كبير. فإن شاء الله يعني نتمنى من ربنا عز وجل إن يجعل كيد الإعلام الجزائري في نحره، والمنتخب المغربي
ان شاء الله يفوز بالمباراة المقبلة بإذن الله، علشان خاطر المنتخب المغربي شأنه عظيم جدا جدا. عايزك تشترك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله وليكم، والسلام عليكم.